طائرة إماراتية تحلق نحو الجنوب، لا تحمل إغاثة ولا دواء، بل شحنات موت متجهة إلى الكيان الصهيوني. وعلى قدس الله بغاة، لا سلم الله الإمارات. بحسب موقع سروجيم الإسرائيلي، فإن طائرة شحن إماراتية من طراز إليوشن AL 76 TD وتتبع لشركة فلاي سكاي إيرلاينز المرتبطة بحكومة وجيش الإمارات برقم تسجيل EX 7617 ورمز نداء FY 4942 انطلقت من قاعدة الريف في أبو ظبي ووصلت لمطار رامون الإسرائيلي بمحاذاة قاعدة نيفاتيم المستقبلة لشحنات السلاح. اضطرت الطائرة إلى تجنب المجال الجوي الأردني، ما يشير إلى أن عمان لم تمنح الطائرة الإماراتية تصريحا بالتحليق في مجالها. تتبع الرحلة يظهر أنها دخلت الأجواء السعودية من الخليج العربي باتجاه خليج العقبة، ومن هناك دخلت إلى الأجواء المحتلة. أفاق جزعا وذليلا بات، ابن زايد يستجدي الغزاة. ونظرا لسجل هذه الطائرة المعروف بنقل الأسلحة، فإن هذه الرحلة تثير تكهنات حول إمدادات السلاح إلى إسرائيل.